الكيلو منها بقى ب300 جنيه. بكوبايتين سكر هتعملي السمسمية وهتعملي الحمصية وهنعمل حلاوة المولد تطلع معاكي زي الجاهزة بالظبط. الناس اللي بتحب السكر القليل هتعرفي تقللي السكر، الناس اللي بتحب سكر زيادة هتعملي الحاجة على ذوقك تطلع معاكي مقرمشة وهشة زي ما انت شايفة كده. اللهم بارك. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نفجر الفيسبوك واليوتيوب بالصلاة على النبي. وما تنسوش لايك وشير لاختكم ام حمزه. وتعالوا نشوف الحلويات اللي زي العسل ديت هنعملها ازاي. معايا كوبايه من السكر ومعايا 400 جرام من السمسم، 400 جرام بس ما تكتريش علشان لو كترتي هتفرفت منك لما تيجي تحطيها في الصينيه. 400 جرام دول على قد السيرم اللي احنا هنعمله. جبت طاسه وحطيت السمسم وعلى نار هاديه خالص وبقلب فيه. جبت طاسه تانية وحطيت كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. وفايده عسل الجلوكوز ايه؟ لو السمسميه قعدت عندك وقت طويل ما تسكرش منك. هرفع كل الكلام ده على النار ومش هقلب خالص الا لما يبدا يعمل لون لحد ما يجهز معانا. جبت صينيه وفرشت فيها كيسه بلاستيك ودهنتها بالزيت. كان السيروم هنا بدأ يعمل معايا لون، بدأت أقلب تقليب بسيط كده. وأول ما كرمل وأخد اللون دوت هنزل بالسمسم. ما تغمقيش عن كده علشان ما يمررش منك. هديت النار خالص، واهم حاجة ان السمسم يكون سخن كويس جدا وبقلب كويس جدا. اهم حاجة اللي انت تغلفي كل حباية سمسم بالسيرم دوت علشان لو ما تغلفش كويس لما تيجي تحطيه في الصينية مش هيمسك في بعضه. قلبته كويس جدا، طبعا النار هاديه خالص، وتقلبي لحد ما تتاكدي ان كل السمسم اتغلف بالسيرم. اخدت السمسم حطيته في الصينيه بقى بسرعه تفردي علشان لو اتاخرتي هيكلبش منك وهيبقى حوسه ومش هتعرفي تفرديها. لبست قلافز كده في ايديا وبفرد السمسميه. طبعا لو انت بتحبي قطعه السمسميه سميكه هتحطيها في صينيه صغيره، ولو انت بتحبيها رفيعه هتحطيها في صينيه كبيره. جبت النشابه وبفردها كده وبساوي الاطراف والجوانب زي ما انت شايفه كده. وطبعا بنقطع بسرعه برضو قبل ما تبرد معانا عشان لو بردت مش هتعرفي تقطعيها. قطعي بقى صوابع رفيعه صوابع سميكه زي ما انت حابه وظبطي كده بايديكي بس بسرعه قبل ما تشدي منك. وكده السمسميه جهزت معايا. اسيبها لمده ساعتين وتعالوا نعمل الحمصية. نفس المكونات ونفس المقادير بس بدل السمسم حمص. معايا نص كيلو من الحمص ويكون طعمه حلو ما يكونش معضم، واحطه في الطاسة وبرفعه على النار. جبت طاسة حطيت كوباية من السكر وحطيت كمان نص كوباية من المية ومعلقتين عسل الجلوكوز. هحط الكلام ده على النار لحد ما يتكرمل معايا. وجبت صينية حطيت كيسة في الصينية ودهنتها كده بالزيت. وكان السكر اتكرمل معايا. اول ما اخد اللون ده ما تغمقيش عن كده علشان ما يمررش. هنزل بالحمص بعد ما سخن كويس جدا. هدي النار خالص وقلبي براحتك لحد ما تغلفي الحمص بالسيرم ده كويس جدا. اهم حاجة تغلفيه كويس بالعسل او بالسيرم. انزلي بقى في الصينية، واول ما تنزلي في الصينية افردي بسرعة بسرعة عشان لو اتكلبش منك هتبقى حوسة ومش هتعرفي تلمي الليلة. بالنشابة كده افردي وظبطي كده الجوانب وبعد كده قطعي زي ما انت حابة. بعد ساعتين كان الطبق التحفة ده طلع معانا. شايفين حلاوة دي ولا مش حلاوة؟ سمسمية وحمصية حاجة تحفة. كل سنة وانتم طيبين وما تنسوش لايك وشير.